باهي أسامة، أنت خو رؤوف. كنت نجم معناتها تحكي لنا شنو صار من اللي سمعته بوفاة رؤوف حتى لليوم. اليوم مشيتوا للمركز، مشيتوا حبيت تشوفوا قاضي التحقيق، حبيتوا عندكم شهادات أنت وزوجة رؤوف وحماته وولدت زوجة رؤوف. كنت تحكي لنا من يوم وفاته حتى لليوم وكيفاش يعني تعاطى معكم القضاء اليوم، كيفاش تعامل معكم يوم مشيتوا تسليوا بشهادتكم. من يوم وفاة رؤوف اليوم من هذا قاعدين نجريو من بلاصة لبلاصة، ما فماش حكاية اللي تنفع 100% واللي تظهر لك حقك 100%. جيست كلام برا معناها أو صيي شدينا 4 عوان أو معلم التحقيق أو مش يحلوا من القضاء أو من الثنية، ما فماش حاجة تثبت الاحتساب. لا 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 لا. توجهت اليوم المحكمة الابتدائية تونس 2، هزيت أمي وبابا وزوجة خويا المتوفي. هزيتهم باش يدلوا بشهادتهم، معناها يحكيوا اللي صار لهم. بالطبيعة في كل قضية لازم تسمع أقوال المتضرر وأقوال المتهم. مدام هندي اللي باش يبدوهاش خلاص. لب القضية ما جبدوش. ما استقبلونا استقبال لا بارك الله. كيفاش احكي لنا؟ دخلت غاديك العوان كلها واقفة معناها مسكرين البيرو الكل. قالوا لي تفضل، قلت لهم جيت نحب نقابل قاضي التحقيق. علاش تقابل فيه؟ قالوا لي. قلت لهم انا خو عبد الرؤوف خماسي اللي قتلوه في سيدي حسين، جيت نحب ندي بشهادتي معناها نعطي اقوالي انا في القضيه هذه. بحكم انك مش تسمع اقوال المتهمين في القضيه نتاعو اللي قتلوه، كيف ما تسمع اقوال مواليه هما اللي عاشوا السين، هما اللي واكبوا الحال. في خضم الحكايه هذيك وصل قاضي التحقيق. متعدي بالنعم. متعدي في الكلوار كما قال لك بابا. شفما يا عمرو؟ تفضل. قال لي. قلت له انا خو عبد الرؤوف خماسي، هذه زوجته وهذه امه وهذا ابوه. جينا مش ندليو بشهادتنا، انا نعطيو اقوال. قلت له كيف ما تاخذ اقوال المتهمين تاخذ اقوال اهل المتضرر. قال لي شكونك انت؟ انا مش لا رجل العليم. لا بارسا سامح. قال لي شكونك انت باش تقول لي انا كيفاش توريني خدمتي في دارك. خلي هذيك تحكم في دارك، ما تحكمش فيا انا هنا شكون مستنطق لول شكون ما استنطقش. وبليس خلي شكون عيط لك انت من اصله، يعني انت وعيط لك شكون عيط لكم يعني. قال لي وانت مالف بالاعلام برا نمشي للاعلام مش كيف. اي كان انت كقاضي تحقيق تقول لي انا برا نمشي للاعلام مش كيف، انت علاش حاطينك هذيك؟ باش تقضي امور العباد باش تشوف مصالح. انا كي نسمع هكا واش نقول أنا السيد هذا اوتوماتيكمون عنده يد في الحكاية، متواطئ معاهم. علاش تكفري عليهم انت؟ اسمعني كيف ما سمعتهم هم، اسمع مواليه، اسمع مرته المتضرة، اسمع امه، اسمع ابوه. لا تسمع متهمين هذوكم قالوا طاح على كرسي، صحيح طاح على كرسي، استنى الرابور دو توبسي اللي فيه مضروب على راسه وصحيح تعرض للتعذيب. ما نعرفش التيتر مش تعدوه بيه شنو. نحب نعرف يعني اش قالوا زاد هذوك. اسمعني انا واسمعهم هم. ويزيد يجي يوصل المحامي نتاعنا الرابور دو توبسي ما ياخذوا كان سيدي وسيدك. معناها قريب شويه يقولوا له ما عندناش رابور دو توبسي وبرا نمشي راهو. وقتاش خذا الرابور دو توبسي؟ رابور دو توبسي خذاه امس هكاو. امس هذيك الحكايه بعد جهد جيد زاد باش عطوهولي. عندكمش فكره وقت يخرج رابور دو توبسي؟ ما عنديش حتى فكره. باهي مشكور.